السوشيال ميديا ديتوكس مش معناها انك تقفلي الموبايل، لكن تعالي اقولك ازاي تستخدمي الموبايل في الديتوكس ده. الخطوه الاولى هتعملي ديجيتال مينيماليزم، هتحذفي اي ابلكيشن بطلتي تستخدميه وما بتخشيش عليه بقالك كتير، وهتحذفي اي ملفات او صور ما بقيتيش محتاجاها. انت وانا عارفين كويس قوي ان موبايلاتنا مليانه صور وسكرين شوتس لحاجات عفى عليها الزمن. ساعتها هتحسي ان دماغك بقت رايقه اكتر بكتير لما تتعودي تتخلصي من الحاجات اللي انت مش محتاجاها، وده اللي هيساعدك تعملي الخطوه الثانيه، تنظيم الموبايل. وهنا هترتبي كل حاجه بتحتاجيها وهيبقى سهل عليكي تلاقي اي فايل انت عايزاه. اما الخطوه الثالثه والاهم بالنسبه لي هي ترتيب شاشه الهوم، وده لانك بتشوفي الابس اللي بتفتحيها على طول وبتضيفيها على صفحه الهوم. وانا عن نفسي بعملهم مربعات كاتيجوري، يعني مربع للسوشيال ميديا، مربع للحاجات التولز بتاعت الموبايل، مربع للاوفيس بتاعي، وده بحط فيه البرامج اللي انا بستخدمها كتير في الشغل. وده عشان يبقى سهل عليكي انك تلاقي الاب اللي انت عايزه تستخدميه وما تقعديش تدوري عليه كل مره. فلايك وفولو واستني ديتوكس السوشيال ميديا بارت 2 وبس خلاص.